السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير 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 كتير. يا رب تكونوا بخير وايامكم تكون احسن من الاول وتكونوا دايما في خير وسعادة. طبعا انا مقصرة معاكم كتير بس معلش والله اعذروني لان انا حياتي اتغيرت 350 درجة او 360 درجة زي ما بيقولوا يعني. طبعا بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم روحت رمسيس قلت اصور لكم. هتلاقوا عندكم الفيديو اللي انا صورته في رمسيس السنه اللي فاتت. خشوا قارنوا الاسعار بين السنه دي والسنه دي، بجد يعني فرق شاسع شاسع. رحت رمسيس يا ولاد وبصيت لقيت الاسعار الحاجات المكسرات بتاعه رمضان اتضربت في 2 أو في 3 حاجه زي كده او في 2.5. بصوا زي ما انتوا شايفين مصوره الجوز هند، العين الجمل والبندق واللوز والحاجات بتاعه رمضان الاساسيه المكسرات ب280 جنيه. عايزه اقول لكم ان جنب البيت عندي هنا فرشوا حاجات رمضان ب220 جنيه، ب240 جنيه. فانا المفروض ان انا نازله رمسيس اجيب الحاجات من هناك ارخص. فوالله ما اشتريت اي حاجه تخص رمضان غير ان انا جبت صوبيا من هناك. انا بصراحه ما اشتريتش اي حاجه خالص لان الاسعار بصراحه ما كانتش في البال انها توصل لكده وما كنتش عامله حسابي. بس قلت بما اني نزلت رمسيس لازم استفاد. هقول لكم بقى استفدت ازاي. انا قلت انزل مكان زي اللي انتوا شايفينه ده لقيت الجيلات والحاجات دي كلها بتتباع بالاكياس زي ما انتوا شايفينها كده. وفي حاجات ارخص وفي حاجات اغلى على حسب الحاجه اللي انت بتنقيها. يعني العلب اللي انا وريتها لكم دي بتبقى كميه من الاكياس اللي هي قدامكم دي، لان الكيس ده بيبقى حوالي 2 كيلو او حاجه زي كده. واللي هي برضو المقرمشات برضو هناك عامله اللهم صل على النبي، عامله 70 وفي ناس تانية بتبيعها ب60. انتي امشي وانتي ماشيه كده هتلاقي الاسعار هناك مختلفه جدا. يعني هتلاقي كل واحد بيبيع بسعر غير التاني. ممكن تشتري منتج زي اي منتج من الحاجات دي وتبتدي ان انت تسوقيها في اكياس وتحطي عليها الباتش الغلاف المعين اللي انت عايزه تحطيه هناك. مطبعة للكلام ده كله. بتختاري الغلاف اللي انت عايزاه وبيعملهولك، والكرتون حتى اللي انت بتبقي عايزاه برضو هناك. المكان برضو هناك بيحطلك برضو الكرتون اللي انت عايزاه بأي شكل انت عايزاه برضو. المهم ان انتي ممكن تختاري اي حاجة وتغلفيها من هناك وتفتحي بقى مشروع وهتكسبي ان شاء الله باذن الله. برضو الشوكولاتات هنا، في بصي انواع الشوكولاتات كتيرة جدا جدا. اهم حاجة تخلي بالك منها ان لما تيجي تشتري ابقي بصي وكده. خدي واحدة من الكرتونة، استأذني الراجل وقولوا له انا هدوقها واشوفها، عشان لو كارفة ما تشتريهاش عشان حرام. الكيلو 160 و180 وفي حاجات ب270 وحاجات ب280. بص انت اصلا لو خدتي بالك هتلاقي على الكرتونة بيشطبوا ويكتبوا سعر جديد. فانتي لو حابة تجيبي حاجة للعيد ان شاء الله وتشيليها وكده تفرحي بيها عيلك وكده يعني، يبقى انزلي اليومين دول عشان الحاجات دي كل يوم سعرها بيتغير. حتى البسكوت الاوريو ده برضو بالكيلو. طبعا هو انتي الاحسن ليكي ان انتي تجيبي الحاجة بالكيلو لو انتي هتفتحي مشروع او حاجة زي كده يعني. بتبقى جميلة في سعرها، توفر معاك وتطلعلك مبلغ كويس جدا. بصي الشوكولاتات هتلاقيها كانت ب220، بص مغيرين سعرها ل240. انا حبيت اوريها لكم. بس اهم حاجه زي ما بقولك كده افتحي الحاجه دوقيها وتاكدي انها صبحه وطعمها حلو. انتوا قوليله حتى لو مش مهم حاسبيه على اللي انت هتاخديه يعني. انا صورت لكم حاجات كتير. واحلى حاجه برضو في المكان هتلاقوا فيه برضو انواع كل اللي ما يخطر على بالك في انواع الصوصات اللي هي بتاعت الفراوله والشوكولاته والحاجات اللي انت بتجنشي بيها التورت والحاجات دي يعني. كل الحاجات حتى العلب الكونو هناك بصوا على شكل اكياس وفي العلب. وهتلاقي الاسعار كلها مختلفه، في مارشميلو وفي حاجات من دي. برضو بصوا الشوكولاته اللي هي السايحه دي برضو اهي، اللي هي سما والنوتيلا دي ولا سما ولا مش يعني في انواع كتير. كل حاجه عندهم هناك بسعر الجمله. بس برضو لو انت ما خدتيش كميه كتير فممكن بيعلي عليكي 5 جنيه 10 جنيه. حاولي تنزليها مش هيقولك لا، لان المكان الصراحه كويس مش وحش يعني. بصوا ما شاء الله كل حاجه عندهم
في حاجات كنت عارفاها وحاجات مش عارفاها الصراحه، بس ده قلت اصورها لكم عشان لو في حد بيدور على الحاجه دي او كده يعني ويلاقيها في المكان ده فيروح يجيبها. الشارع ده اسمه بين الحارات في رمسيس عند جامع الفتح كده، بتنزلي عند جامع الفتح اسألي على شارع بين الحارات 100 واحد هيدلك، اكتر من 100 واحد كمان. بصوا بلح رمضان حتى صورته لكم اهو. بس بصراحه بلح رمضان انا ما انصحكيش تجيبيه من هناك، لان البلح رمضان مش هناك مش مش احسن حاجه بصراحه. بصوا البلحه دي كانت عجبتني كده، بلحه ناشفه كده شويه عن بقيه البلح. هناك البلح بيبدأ من 35 جنيه وانتي طالعة في الأسعار. بس أنا بنصحك، هو بقولك لو هتجيبي نازلة عشان نص كيلو حاجة، لا هاتيها من جنب البيت أحسن، ما تنزليش تحت عشان الدنيا تحت موت موت موت. غير كده هتكلفك مواصلات والكلام من ده، لا ما تنزليش تجيبي من تحت من عند بيتك وخلاص. اللي هتدفعيه الزيادة هو اللي هتدفعيه في المواصلات وهتوفري بهدلتك. بصوا بقى هنا وانتي ماشيه هتلاقي اللب والارواح والشوكولاتات والحاجات دي كلها، وكل ما يخص البقاله تحت، كل ما يخص البقاله كل حاجه جديده بتنزل في باب البحر. هنا انا لسه كده في شارع بين الحارات. اسالي على باب البحر هتلاقي باب البحر شارع جنب بين الحارات. معلش بقى على الدوشه اللي بنعملها، بس هو مصمم يطلع صوته في الفيديو. بصوا حتى اللبان اللي قدامكم ده في الارض ده اللي هو عامل زي شيكلس بيتجاب بالكيلو، ممكن انت زي ما قلت لك كده بتغلفيه باي غلاف او باي شكل انت عايزاه. انا في شويه حاجات جبتها من الكلام اللي انتوا شايفينه ده، وهحاول ان انا ان شاء الله باذن الله اصورهم لكم واوريكم انا جبت ايه وايه سعرها. اللبان ده برضو حلو، يعتبر بديل لشيكلس، بس ده اوفر معاكي لان علبه لبان الشيكلس اليومين دول بقت عامله 55 جنيه، يعني ما شاء الله. كنت بجيبها والله ب6 جنيه يا جماعه، والله كنت بجيبها ب6 جنيه. المصاصات كل ما يخطر على بالك بيتباع بالكيلو، بس لو انت حابه كل ما تجيبي الحاجه بالكيلو كل ما يوفر معاكي. لو بتدوري برضو على اي نوع من انواع البخت هتلاقيه تحت برضو باسعار جميله جدا، هتكسبي فيه مكسب كويس قوي. ودي برضو الالعاب، برضو لو انت عايزه تفتحي محل لعب او كده على القد، الاسعار دي برضو بتاعت الالعاب دي جميله جدا تحت برضو. حصلت بقى، بص الوشوش دي عامله 100 جنيه او 110 حاجه زي كده تحت. لو بعتي الواحد ب15 بس هيطلع لك مكسب جميل ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يفتحها عليكم ويفتحها علينا ويفتحها الجميع باذن الله، ربنا يرزق الجميع يا حبايبي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتكتبوا لي كومنت حلو بقى. بصوا انواع اللعب كلها وباسعار على قد الايد، على قد ايد الطفل فاهماني، وعلى قد ايدك انت لو هتفتحي مشروع على قدك فاهماني. البيضه دي برضو بياخدوها اي حاجه من الحاجات دي بيفتحوها ويحطوا فيها البانه ومش عارفه بالونه والجو ده برضو، ده مشروع حلو، العيال بتحب الكلام ده قوي. كمان كنت عايزه اقول لكم هناك في مبادره تبع الحكومه وكده برضو تبع الجيش، هتلاقوها جميله قوي تحت، اسعارها جميله، اسعار الجبن والزيوت والحاجات والرز والحاجات دي. كانوا بيبيعوا السكر فيها ب27.5 هناك، بس بتقفي طابور محترم مش هضحك عليك عشان ما تقوليش انا هنزل واشوف وكده، وباين كل نفر ليه كيسين. انا ما وقفتش وما جبتش بس انا سالت. بس هناك الجبن والحاجات دي ما بتقفيش عليها طابور، بيعملوا عروض حلوه هناك تحت جميله. هتعجبك يعني. لو انت حابه تنزلي بقى رمسيس وتستفادي من المشوار يبقى انزلي بقى خدي جوله تحت كده وما ترجعيش الا وانت مستفاده. زي ما انا قلت لا انا مش هجيب حاجه رمضان يبقى همشي، لا ده انا استفدت من المشوار، لفيت هناك وشفت اسعار الحاجه واللي قدرت اجيبه جبته، واللي يلا مش لازم بقى حاجه رمضان. هو احنا كل يوم او احنا كل سنه لازم ناكل حاجه رمضان؟ مش لازم يعني. الفوانيس دي سألت عليها كانت الباكيتة عاملة 85 جنيه، بس اتنسفت بصراحة يعني. الفانوس ده لو انت بيقف عليكي ب6 جنيه، يعني انت لو بعتيه ب10 جنيه يطلع لك فيها 4 جنيه مكسب صافي. الحاجات دي بقى بتاعت رمضان انا منصحكيش تجيبها من تحت خالص، لان من رمسيس يعني، لان الصراحة غالية جدا، سعرها اوفر عن العتبة بنص الثمن يعني. انا سألت عليها عاملة 45 تحت، شوفة بتتباع ب30 او 35 حاجة زي كده. والعرايس دي جميلة برضو لو جبتيها من حارة اليهود من تحت في العتبة او في المسكي، هتلاقي الاسعار هناك تختلف. الطبلة دي برضو انا سألت عليه قال لي ب35 جنيه، انت هتلاقيها ب15 وب20 و25.
كمان بقى عايزه اوريكم ان عديت على الجمعيه وانا جايه. لو عايزين اصور لكم الجمعيه دي قولوا لي وانا هصورها لكم واوريكم فيها ايه. الجمعيه دي جمعيه تبقى تبع الحكومه وكده يعني. بعدي عليها كل فتره بلاقيها منزله حاجات بصراحه سعرها اقل من بره، بس الحاجه اللي بتنزل ما بتقعدش، تخلي في علمكم. بصوا جبت منها الربس ده من هناك اهو. ده الغسالات العاديه بس كده. الغسالات العاديه 800 جرام، ده عامل 16 جنيه. جميل بصراحة وريحته حلوة. انا كنت جبت منه وقلت اجربه الاول، يعني انا كده جربته عشان ايه ما رضيتش انا اصوره لكم كده من اول مرة. جربته، ريحته جميلة بصراحة ورغوته حلوة ماشي، بس هو عشان مش معروف سعره لسه عامل يعني. جبت منه كيسين، اهو. بصوا كده، جبت منه كيسين اتنين اهو. كمان بقى ده مش اول مرة استخدمه، ده ليه 3 روايح منهم كيس جوه انا فاتحاه اهو. بسم الله. بصوا كده، ده اسمه، ده شكله هوريكم. احاول بس كده اوضح لكم عشان تاخدوا اسم الكيس اهو. كده ده الغسالة الاوتوماتيك ده ماشي، ده اوتوماتيك. ده انا جبته وجربته برضو بصراحة جميل. الكيس عامل اللهم صل على النبي 39 جنيه، عشان انا بديله 40 جنيه بيديني الجنيه. اهم حاجة الجنيه يا جماعة. بصوا 2 كيلو ماشي. جبت منه اللي هو الكيس ده باين ده باللافندر ماشي. اوريكم الكيس التاني. انا والله مش اول مرة اجربه، انا ما بحبش اصور حاجة الا لما اكون جربتها ومتأكدة انها كويسة. ما تخافوش هيغلى، اول ما يتعرف هيغلى يا جماعة. بصوا كده، ريحته جميلة اوي ما شاء الله. بصوا كده اهو. ده برضو نفس الاسم اهو، بس بريحة تانية باين بقى ده بريحة الورد الله اعلم. ده برضو 2 كيلو. مش عارفة اصورلكوا اهو. بصوا الغسالة الاوتوماتيك اهو، ده اللي مكتوب على الكيس. هحاول اصورلكوا اللي مكتوب على الكيس برضو اهو. بصوا كده اهو. انا بوريكم برضو التفاصيل. ده عامل 39 جنيه، ودي الروايح بتاعته اهي من هنا اهو. هنشوف كده التاني مكتوب عليه من ورا. اختي اهو. هو فعلا خيال، هو ريحته حلوه بصراحه. هو في كده، هو ممكن اكيد ده باللافندر يعني، بس هو مش عارفين هو كاتبين علم الخيال يعني. بصوا اهو، ده عامل 39 جنيه. حبيت برضو اوريكم جبت ايه او نستفاد بالفيديو على قد ما نقدر. ما تنسوش بقى بالله عليكم تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشجعوني اعمل معاكم فيديوهات ونشتغل على القناه احسن من كده. ويا رب تكون سنه سعيده عليكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد.